أخدت نفسي ومسكت الموبايل وقلت لازم أكلم عم أيوب. حاولت أكلم عم أيوب أكتر من مرة بالموبايل، لكن الشبكة ما كانتش بتجمع ومعرفتش أوصل له. جربت تاني بعد شوية لكن برضه ما جمعتش. قلت أريح شوية ولما أوصل اسكندرية أكلمه. وصلنا اسكندرية عند خالتي الصبح وفطرنا كلنا، وأمي قالت لي ارتاح من السفر، كانت حاسة إني تعبان لسه. دخلت نمت وصحيت على العصر واتغديت وقلت أكلم عم أيوب. الحمد لله الشبكة جمعت، لكن رد عليا واحد تاني غير عم أيوب، فسألته فورا فينه. رد عليا وقال لي عم أيوب تعبان شوية ومش قادر يتكلم مع حد، ولما يرتاح شوية هيقول له إني كلمته. بعد كده الشبكة ابتدت تسقط تاني وما سمعتش غير طراطيش كلام وصوت غليظ. حاولت أروح في مكان فيه تغطية كويسة وبصيت على الموبايل لقيت الشبكة كويسة، لكن برضه الصوت ما كانش واضح. يظهر الشبكة اللي عند عم أيوب فيها حاجة. قفلت المكالمة وقلت أتصل بيه في وقت تاني يكون بقى أحسن. بعد كده كلمت الراجل اللي كان مفروض أقابله عشان نتكلم عن الضيف. أنا جيت اسكندرية مخصوص عشان أقابله أصلا. رد عليا وقال لي نتقابل في مكان معين في اسكندرية، وهناك اتكلمنا في كذا حاجة، ووراني فيديوهات تانية لحاجات بتتحرك زي ما أنا شفت من الضيف. لكن في فيديو منهم كان مختلف وغريب شوية. في الفيديو لقيت الحاجة اللي شبه الضيف واقف في وسط الشارع اللي متصور فيه، واقف مش بيتحرك. وبعد كده قرب من الموبايل اللي كان بيصوره. كان بيقرب ببطء وكأنه باصص على كاميرا الموبايل وبيقول له صورني، أنا موجود. حسيت في الفيديو إن الضيف بيكلمني أنا وبيقول لي شفتني؟ أنا موجود هنا. قفلت الفيديو والراجل لاحظ إني قلقت وقال لي ما قلقش، الحاجات دي موجودة حوالينا وبتحس بينا والمفروض نحس بيها. ما بقيتش عارف أصدق مين، أصدق كلام الراجل ولا أصدق كلام صاحبي الدكتور اللي قال لي إن لازم كل حاجة تكون خاضعة للعلوم. لكن الحقيقة الدكتور نفسه شاف في عيادته حاجات غريبة، وقرب نفسه من حد مجهول رسالة تشككه في كل اللي اتعلمه من العلوم. كلمت كلامي مع الراجل وشربنا حاجة، ووعدنا بعض إن لو في جديد بخصوص الطيف نتواصل مرة تانية، والراجل رحب بالفكرة. رجعت بيت خالتي ولقيتهم مستنييني عشان نتعشى سوا. واحنا بنتعشى أمي كانت بتبصلي وكانت عايزة تفتح معايا أي حوار. وبعد الأكل وأنا بغسل إيدي قالت لي عايزة أقعد معاك. من قبل ما أقعد معاها وأنا حاسس إنها هتفتح معايا مواضيع كتير. دخلنا أوضة الصالون وقعدنا سوا، وسألتني أخدت أجازة من الشغل قبل السفر ولا لأ، وعرفتها إني كنت واخد أجازة من قبل ما أعرف إني مسافر معاهم لأني كنت محتاج للراحة. من إيه يا حبيبي؟ بصت لها وسكتت. غيرت أمي الموضوع وسألتني إيه موضوع التورتاية اللي جبت سيرتها قبل كده معاها. قلت لها إني لقيتها على باب البيت ونسيت وحطيتها في التلاجة، وافتكرت لما رجعت إن أختي أكلت منها وتعبت وده اللي دخلها المستشفى. لكن انتي قلتيلي إنكم ما تعرفوش عنها حاجة أصلا، فغيرت الموضوع. سألتني ومين اللي كسر الصور اللي كانت على الحيطة؟ بصت لها وقلت لها كنت بحاول أغير اللمبة البايظة في المطبخ وكنت شايل السلم فخبط الصور ووقعت واتكسرت. ما كانش قصدي، أنا كمان شلت الإزاز. قالت لي ما هو ما كانش ينفع أشيل الإزاز وأختك بطنها بتتقطع. بعد كده قامت من جنبي من غير ما تتكلم وبصت لي وقالت لي أنا ما تعودتش إنك تكذب عليا، لمبة المطبخ ما كانش فيها حاجة والسلم مطرب من الركنة وما اتحركش من مكانه. ماما أنا فعلا تعبان ومحتاجك جنبي، ادعيلي وربنا يستر.
فضلت مكاني قاعد ساكت، وبعد كده رجعت للكمبيوتر وعملت بحث تاني أكتر عن الحاجات ما وراء الطبيعية. كلام الراجل اللي قابلته كان صح، في حاجات كتير بتحصل حوالينا ملهاش تفاسير علمية،